صباح الخير يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جاي لكم بيوم جديد، يوم من اول اليوم كده. اول حاجه طبعا عايزه اقول لكم صباح الامتحانات وصباح الساعه 7 الصبح بقى بقينا نصحى. كنا بنصحى متاخر ونصحى براحتنا. بس خلاص بقى بدأنا امتحانات، فقلت لازم اصحى بدري بقى علشان خاطر ايه، اليوم بتاعي يبقى بادئ من اوله كده، واقدر اقف مع اولادي واساعدهم في امتحاناتهم وكده. طبعا كل سنه وانتم طيبين. طبعا كله عنده امتحانات الفتره دي، ربنا يقوينا عليها يا رب، ويعدي الفتره دي على خير، ويقف مع كل ولادنا كده، والدنيا تيجي معاهم سهله. وربنا يوفق الجميع يا رب، ويوفق كل اللي عنده حد بقى في اعداديه وثانويه عامه، دول ربنا معاهم. انا ولادي لسه صغيرين، واحده رابعه ابتدائي والتانية تانية اعدادي. فالسنه الجايه بقى ان شاء الله يبقى عندنا اعداديه. بس ربنا يعدي السنه دي على خير ان شاء الله. المهم بقى ايه، النهارده بقى هنخش في فيديو جميل جدا، فيديو بسيط كده، بس هيكون ايه حماسي وتشجيعي، وهيعجبكم ان شاء الله. المهم لو انتي اول مره بتشوفيني، اتمنى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. ولو انتي اول مره تخشي قناتي، اتمنى تخشي تلفي فيها لفه كده وتاخدي فكره، وان شاء الله القناه هتعجبك وهتاخدي منها افكار حلوه. بصوا بقى يا حلوين، انا يومي بدأ من الساعه 7 الصبح. طبعا كنت قايمه مش شايفه لان نايمه متاخر جامد. فاول حاجه عملتها، عملت فنجان قهوه كده وايه، وشربته وقعدت مع نفسي شويه. وطبعا صحيت ولادي، لبستهم ونزلتهم الامتحان. وبعد ما نزلوا بقى قلت إيه افطر انا وجوزي كده فطار، يعني صباحي بقى كده، ما بيتعملش اصلا غير في المناسبات والاعياد بس. انا في العادي اصلا فطاري زي ما قلت لكم قبل كده، بفطر كوبايه شاي وبسكوته، كوبايه شاي وواحده كيكه، حاجات بسيطه كده. لكن عشان اقوم افطر بيض بقى وجبن والحاجات دي بيبقى صعب عليا جدا. المهم قمت بقى اليوم دوت، عملت فطار كده وايه، وقمت فطرت انا وجوزي، وسبت بقى الباقي. قلت ابني لو صحي ولا حاجه بيحب البطاطس، حتى لو بارده بياكلها بكاتشب وكده. المهم فطرنا وشربنا الشاي بقى، عملت كوبايتين شاي بالنعناع كده زي الفل. شربنا الشاي. وهو نزل بقى كان عنده مشوار، وانا قلت ايه ابدا يومي النهارده من بدري كده واخلص اللي ورايا. علشان ايه، اما يجوا ولادي بقى يبقى الدنيا فاضيه بالنسبه لي، ما ورايش اي حاجه، وما عطلش نفسي عنهم، ولو حد محتاجني في اي مذاكره اذاكر معاه. انا كده كده بنتي الكبيره بتذاكر لوحدها، ما بتعتمدش عليا في اي حاجه خالص. والصغيره كمان برضو بتذاكر لوحدها، بسمع لها. بتحل امتحانات، باخد الامتحان اراجعه من كتاب الاجابات طبعا. وبس. المهم يعني ايه، بحاول اعمل على قد ما انا اقدر ان انا اساعدهم. طبعا كل واحد على حسب امكانياته وحدوده في التعليم بيقدر يساعد ولاده. المهم دخلت على المطبخ بقى، شفت المطبخ زي ما انتم شايفين كده. قلت ايه، انا مش هو المطبخ عندي رخام نضيف، بس هو طبعا عليه حاجات كتير، فساعات بيبقى عليه برضو الشباك بيدخل ترابه ناعمه وكده. فانا مثلا كل يومين بمسكه كده، ادعك الرخام دعكه محترمه طبعا زي ما بدعكه معاكم كده. وفي الايام العاديه بقى اللي هو زي كده، حاسه ان الدنيا نظيفه بس مش مرتبه، بجيب البخاخه بتاعتي دي، بحط فيها شويه خل وشويه كلوروكس الوان وشويه كلور ابيض. وامسكه بقى ايه، ألمّع المطبخ وكده، وباحط شوية دَوْني بيخلّي ريحة برضه المطبخ جميلة جدًا. وباقلل الكلور الأبيض عشان ريحته مع الدَوْني باحس إن ريحتهم مش حلوة، فباحط كميات قليلة وباكتّر في الدَوْني شوية، فباحس إن الرخامة بيبقى ريحتها حلوة جدًا وبتلمع زي ما أنتم شايفين كده. اللي بيلمّع الرخام كده الخل، الخل بيخلّي الرخامة بتلمع وجميلة جدًا. بس مسكت طبعًا كل حاجة عندي لمّعتها ونضفتها كده. والمطبخ ما خدش معايا وقت خالص، لأن هو أصلًا نضيف، بس هو كان إيه، في حاجات محطوطة مش في أماكنها وكده. دي بقى علبة جبنة طارق، جوزي كان جايبها بالليل. فقُلت أفتحها بقى وأحطها في العلبة بتاعتها. أنا عندي العلبة دي أول ما باجيبها بافضّيها وأحطها فيها، ما باسيبهاش في الصاج، عشان طبعًا الصاج ممكن يصدّي أو يحصل لها أي جنزرة والّا حاجة فتبقى خطر، فلازم تتحط في علبة بلاستيك أحسن. بس بافضّيها وباشيلها بقى إيه، أحطها على جنب كده، ما باحطهاش في التلاجة، لإن الجبنة القديمة دي لمّا تتحط في التلاجة بتجمد شوية، لكن إحنا بنحبها برّه بقى، بتبقى عاملة زي الزبدة كده لمّا بتتحط برّه التلاجة. بس علبة الجبنة دي تقريبًا كان جايبها ب90 جنيه. هو بُصّوا الأسعار يعني أنا مش عارفة، يعني ربنا يرحمنا بجد. كل حاجة بقت مكلفة جدًا، وكل حاجة بقت عالية جدًا. كرتونة البيض كان جايبها ب90 من كذا يوم، النهارده جابها ب100 أو ب110. فالحاجة في نزول بال20 جنيه وطلوع بال20 جنيه وحاجات كده فظيعة جدًا.
علبة الجبنة دي أنا أفتكر أصلًا إن جوزي كان بيجيبها ب35 جنيه، ب40 جنيه، فجأة وصلت ل70 و80 وفجأة 90 و95 وطبعًا كل مكان بيبيعها على حسب مزاجه. فإحنا في زمن غلا جدًا، جدًا والناس كلّها بتستغل، فربنا يرحمنا بجد ويقوي كل واحد على عيشته. المهم أنا كده نضّفت المطبخ كلّه، كان عندي بقى شوية غسيل شوية مواعين في الغسالة، أنا الغسالة باغسل فيها المواعين وافضل أسحب منها لحد ما يتبقى حبّة صغيّرين زي ما أنتم شايفين كده، باطلّعهم أرصّهم بقى عشان أرُص الجديد. وزي ما أنتم شايفين طبعًا المطبخ كان عايزة أقول لكم بقى إن هو كان مقلوب. وكان عندي مواعين كتيرة جدًا، مكان الفطار بقى وكان عندي كام طبق كده مكان العشا، ده غير هنا بقى أنا كنت كده بعد الغدا يعني كان ولادي بقى قرّبوا ييجوا من المدرسة وكده، فقُلت بقى أنضّف المطبخ وكان عندي غدا من امبارح، أنا ما عملتش غدا، يا دوبك أنا عملت فطار بس، وكنت عاملة في اليوم اللي قبله كنت عاملة محشي بتنجان وفلفل وكوسة وكده وفراخ، فكان عندي بواقي أكل اتغدينا بيها، فمش هاطبخ بقى النهارده وهاتقِّل عليكم في موضوع الأكل دوّة، كلنا طبعًا بنطبخ وكلنا بنعمل في بيوتنا كل حاجة، بس طبعًا في الزمن اللي إحنا فيه دوّة اللي تقدري توفّريه يوم هينفعِك في اليوم اللي بعده، وأي أكل يفيض منِّك شيلي في التلاجة وسخّني اليوم اللي بعده، لإن اليوم بقى مُكلِّف جدًا، جدًا، أنتِ عشان تقضّي يومِك كده وما جبتيش أي حاجة وما عملتيش أكل، أنتِ ممكن تصرفي لِك 200، 300 جنيه في حاجات ما لهاش لازمة. أنا عايزة أقول لكم إن أنا نزلت مثلًا امبارح جِبت شوية خضار ب70 جنيه، جِبت خيار وفلفل وطماطم، ال3 حاجات دول ب70 جنيه، ما فاضش معايا فلوس أجيب ليمون ولا حاجة، جِبت ال3 حاجات اللي أنا محتاجاهم الأساسية في المطبخ، وقفت جِبت علبة كيكة لبني و6 زبادي ب51 جنيه، فكده طار مثلًا حوالي 120 جنيه أهوّة، في حاجات مش أساسية أو حاجات مش ضرورية أو مش أكل اليوم. و وبقية اليوم بقى اتقضّى بأكل اليوم اللي قبله، ده اللي أنا جِبته، لكن اللي جوزي بقى بيجيبه وهو راجع دي حاجة تانية، يعني هو ممكن يصرف له 200، 300 جنيه كده في عيش فينو بقى وعلبة جبنة ومش عارفة وكرتونة بيض وحاجات، تلاقيه رجع يقول لِك أنا صرفت 300 جنيه، فالفلوس ما بقاش ليها أي قيمة خالص، مطلوب مننا إن إحنا نعيش ونأكّل ولادنا ونشرّبهم ونعيش في مستوى حلو والدنيا تبقى تمام معانا. فأنا مش باشكي لكم هَمّي، أنا باتكلّم معاكم في قضية عامة كُلّنا بنتكلّم فيها. كل الناس بتعاني من الموضوع دوّة، يعني اللي كانت بتاخد مثلًا 2000 في الشهر أو 3000 في الشهر مصروف البيت، عايزة 6 لإن كل حاجة اتضربت في 2 وفي حاجات اتضربت في 3 الواحد مش عارف يقول غير ربنا يرحمنا ويعدّي الأيام دي على خير ويثبّت الأسعار بقى، لإن الحياة كده بقت صعبة بأمانة، الواحد مش عارف يعمل وأنا عايزة أقول لكم إن أنا باتمنى وباستنى الدراسة تخلص عشان نوفّر فلوس الدروس، يمكن فلوس الدروس دي تساعد في أي حاجة. فطبعًا إحنا باقول زي ما قُلت لكم أنا ولادي لسه صغيرين، فأيًا كانت فلوس الدروس يعني أنا بادفع أكتر من 2000 جنيه في الشهر دروس، بس هييجوا هيسدّوا ويساعدوا معايا. الله يكون في عون بقى اللي عنده ثانوية عامة وإعدادية، يعني أنا بنت أخويا في ثانوية عامة، عايزة أقول لكم إن هُم بيصرفوا مصاريف غير عادية، فربنا يعدّي السنة دي عليها بخير وتفرح يا رب كده ونشوفها أحلى دكتورة في الدنيا كده. ادعوا لها كلكم من كل قلبكم إن ربنا يقف معاها ويفرّح قلبها كده ونشوفها أحسن حاجة في الدنيا، ويفرّح كل القلوب وكل الناس وكل اللي عنده ثانوية عامة، ربنا يفرّح قلبه وما يكسرش بخاطر حد أبدًا. بس المهم هنا بقى أنا خلّصت المواعين زي ما أنتم شايفين في الفيديو أنا باتكلّم معاكم والفيديو بيجري مع نَفْسه وأنتِ بقى اتفرّجي براحتك هتلاقيه هتاخدي الطاقة والpower لوحدِك من غير ما أقول لِك أنا باعمل إيه. أنا بس رصيت المواعين في الغسالة، طبعًا أبقى أرُص في الغسالة الحاجات اللي تترص زي الأطباق، الكوبايات، المعالق، الحاجات دي، لكن أي حِلَل بقى أي حاجة أنا باغسلها على إيدي، يعني دول كلّهم أنا غسلتهم على إيدي، غير طبعًا اللي في الغسالة. خلّصت بقى الحوض وقُلت أشغّل الغسالة بقى على ما أطلع أنضّف اللي ورايا برّه، تكون الغسالة خلّصت، وارجع أرُص الحاجة بقى، ده لو رصيتها، لإني زي ما قُلت لكم ساعات باسيبها أسحب منها، ولمّا بيتكوّم عندي كُوم مواعين كده بابقى مش عارفة حاسة إن أنا الدنيا متدربكة معايا، فباضطر إن أنا أفضّي الغسالة واملاها، بس وما طلعتش من المطبخ غير لمّا سِبته بيلمع زي الفل كده. بس المطبخ بقى عندي لمّا بيروق أنا باحس براحة نفسية وباحس إن أنا خلاص ما بقاش ورايا حاجة في الشقة، أي حاجة تانية سهلة.
هنا بقى كان ابني صحي وولادي رجعوا من المدارس طبعًا، والحمد لله اليوم عدّى على خير وحَلّه كويس نشكر ربنا. فقُلت لهم إيه: "معلش أنا هاطلب منكم طلب بس، الحاجة الوحيدة اللي أنا هاطلبها منكم إن أنتم تخشوا تشيلوا لي الملايات من على السرير، على ما أنا إيه أشطّب المطبخ." بس كنت شطّبت المطبخ طلعت لقيتهم بقى إيه، شالوا لي الملايات سابوا لي الأوضة بالمنظر اللي أنتم شفتوه ده. وطبعًا جوناثان كالعادة بياخد الهدوم ويروح يحطها في الحمام، خدت الهدوم على طول وقُلت على ما أخلّص بقى بما إني صاحية بدري أشغّل الغسالة، على ما أخلّص الأوضة وأخلّص اللي ورايا برّه تكون الغسالة خلّصت وآخد الغسيل أنشره إيه والنهار طالع كده علشان إيه يتشمس ويبقى كويس. بس دخلت على الأوضة بقى نفّضت السراير ونفّضت الشباك. بس أنا في حاجات ما باجيبهاش معاكم لإن أنا ما بابقاش عارفة أصوّر كويس عشان خاطر المكان عندي ضيّق وأنا طبعًا زي ما أنتم عارفين ما بابقاش حابة إيه أطلع في الفيديو. هنا بقى جوجو كان إيه، لقاني بانضّف في الأوضة وكده قال لي: "أنا عايز أساعدِك وكده." هو بيحب دايمًا يلبّس أكياس المخدات والحاجات دي، وطبعًا بيلبّسها بالطريقة الملعبكة اللي أنتم شايفينها دي، بس إيه، أنا باراضيه وباخلّيه يشتغل معايا. بس أنا بافرش الملاية، هو بقى بيطلع يحط المخدة، هو حاسس إن هو كده بيساعد وهو بينضّف، وحط المخدة زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا أنا عدلتها وبس هاطبّق اللحاف بتاعي. أنا عايزة أقول لكم إن الجو بالليل بقى حَر وبقينا نشغّل المروحة، فاللحاف حاسة إن هو بقى تقيل، عايزين نشيله بقى ونطلّع كوفرتات صيفي كده نحطها على السرير. قولوا لي عندكم بقى الجو زي بقى عندنا؟ يعني أنا حاسة إن الجو طول النهار بقى حلو معتدل، بالليل ساعات بيبقى في لسعة هوا ده لو هنخرج، لكن في الشقق لأ، الجو بقيت أحس إن في حَر شوية ومحتاجين إن إحنا نشغّل المروحة على الأقل على إيه، أقل درجة. بس هنا فرشت السرير التاني وبرضه هو حط المخدة وهيحط الخدادية، وطبعًا أنا هاضبطهم تاني بعد ما هو يخلّص. بس وهاحط اللحاف بتاعي والسرير بقى إيه، حتى الملاية دي هُم البنات اللي اختاروها بصراحة. يعني أنا قُلت لهم: "أنتم عايزين أفرش لكم إيه؟" طلّعوا الملايات دي وقالوا لي: "إحنا عايزين الملايات دي اللي تتفرش." أنا باحب دايمًا أسألهم علشان هي أوضتهم طبعًا وهُم اللي بيناموا فيها، فأقول لهم إيه، إحنا فرشنا دي النهارده، شيلناها، حابين أحط إيه؟ باختار معاهم، باخلّيهم هُم اللي يختاروا الملايات بتاعة الأوضة بتاعتهم اللي هتتفرش يعني. بس والتسريحة زي ما أنتم شايفين كده كان عليها هَم ما يتلَم. لمّيت كل حاجة بقى وإيه ونضّفتها بالريش. أنا دايمًا بانضّف أي حاجة بالريش الأول، أنزّل التراب وبعد كده أشتغل بالجرانس بتاعي بقى. كان عندي بليدج بقى بس خلص، البليدج ده ملمّع الخشب، بس حسّيت إن هو مش بيلمّع التلميعة اللي أنا عايزاها، فحاسة إن أنا إيه، بالجلانس كده بياخد معايا تلميعة حلوة والدنيا إيه، بتمشّي يعني. وطبعًا زي ما قُلنا مع غلاء الأسعار إحنا بنحاول إن إحنا على قد ما نقدر نوفّر في أي حاجة، والمنظفات والحاجات دي غالية جدًا، فالواحد بيقتصد بأي حاجة عشان خاطر يمشّي الدنيا وكده. ومعظم منظفاتي باجيبها سايبة، يعني باجيب الحاجة اللي إيه، اللي هتمشّيني وهتحل محل الحاجة الأساسية الكويسة، وبامشّي الدنيا عشان خاطر إيه، الحياة تمشي والدنيا تبقى أوفر شوية، والفلوس اللي هاوفّرها من المنظفات والحاجات دي أجيب بيها حاجات تانية. بس مسكت خشب الأوضة كله لمّعته بقى وأنا شغالة كده، والكمبيوتر حتى نضّفته. ومسكت الدولاب بقى بالريشة كده، شِلت أي ترابة من عليه وبس. أنا ما بامسحش بقى الدولاب بأي حاجة ولا بانضّفه بأي حاجة، هو أنا بس إيه، بانضّفه بالريشة. لمّا باحب ألمّعه بقى باجيب بخاخة كده عندي باحط فيها شوية مَيّة وشوية زيت، معلقة زيت كده وشوية خَل وبس. طبعًا نسب قليلة جدًا الخل والزيت، وبالذات الزيت لازم يبقى قليل عشان لو كترتيه العفش بتاعِك هيلِم تراب، فبنحط نسبة صغيرة جدًا تدّي لمعة مع المَيّة، بترُجيهم كويس جدًا وتمسحي بيهم خشب الدولاب بقى، أي خشب عندِك بيلمع وبيبقى جميل جدًا. بس دي اختراعات الواحد بيحاول يخترعها في البيت كده عشان خاطر يمشّي الدنيا. بس خلّصت بقى الدولاب لمّعته وعملت كمبيوتر كمان ما جبتوش معاكم بقى، ما حبيتش أطوّل عليكم، إحنا بننضّف الأوضة دي مع بعض كتير، فأنتم عارفين روتيني فيها باعمل فيها إيه. وما حبيتش أطوّل عليكم بقى غير إني أغيّر الملايات معاكم كده وأورّيكم إيه، إن الأوضة بعد ما بتروق الدنيا بتبقى هادية خالص ورايقة بقى والواحد أعصابه بتهدى كده. وعندي بقى بناتي لمّا الدنيا بتبقى رايقة كده بيبقوا حابين إن هُم يقعدوا في الأوضة يذاكروا بقى وتفتح نفسهم على المذاكرة. بس حتى المُعطِّر باجيبه سايب وباعبيه في البخاخة دي مخلّيها للمُعطِّر، وبابُخ لهم الأوضة كده إيه، أعطّرها ريحتها تبقى حلوة كده وتهدّي أعصابهم، يعرفوا يذاكروا في مكان إيه، نضيف ورايق.
بس الموضوع ده مهم جدًا، جدًا بالنسبة للأطفال في أي وقت في الدراسة وغير الدراسة، بس في الدراسة بيبقى أفضل يعني إن أنتِ تضبّطي لولادِك أوضتهم عشان خاطر أعصابهم تبقى هادية، ما يبقوش قاعدين في مكان متفحكش كده فتلاقيهم متعصبين. عايزة أقول لكم لمّا الدنيا بتروق كده بيخشوا يذاكروا وهُم مبسوطين ومرتاحين. فمش هاوصيكم طبعًا، عارفة إن أنتم كلّكم نضاف في بيوتكم وكلّكم زي الفل وما فيش واحدة بتحب تتفرّج على الروتين هي ما بتحبش النضافة. فكلّنا الحمد لله زي الفل ونضاف وبنحب نرتّب بيوتنا ونضبّط الدنيا. فربنا معانا كلّنا ومع ولادنا في امتحاناتهم، وربنا يقويكِ على شغل بيتِك وتعملي أحسن حاجة عندِك. بس أنا بيتهيأ لي كده لحد هنا الفيديو بتاعي خلص بقى، كده خلاص خلّصت كل حاجة، والغسيل كان طلع من الغسالة خدته نشرته، وبس كده، لحد هنا الفيديو خلص. أتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم مع السلامة.